السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي في الفراخ. هنعملها محشية رز وهنعملها في الفرن ان شاء الله بالخضار. هتبقى جميلة جدا ان شاء الله، تعجبكم باذن الله. معايا فرختين. الفرخة ما تزيدش يا جماعة عن 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو، كيلو ونص، ما تزيدش عن 2 كيلو ابدا عشان تتعمل في الفرن طبعا. الفراخ دي مغسولة كويس جدا ومنقوعة ونقعها حوالي ساعة او ساعة ونص بملح وليمون وخل، وزي ما انتوا عارفين يعني زي ما كل واحده ست عارفه بتنقع الفراخ ازاي بتاعتها، متبقاش زفره يعني، اهم حاجه. تمام كده. وهنعمل بقى التتبيله بتاعتها. اقول لكم التتبيله بتاعتها عباره عن ايه. معايا بصلايه كبيره كده مقطعاها، لسه هضربها في الخلاط طبعا، ومعايا فلفلايه حاميه بارده زي ما انت عايزه، ومعايا طماطمتين مقطعاهم كده، ومعايا علبه زبادي وخل. هاخد معلقه واحده بس خل، و3 معالق كبار زيت او ربع كوبايه صغيره زيت، ومعايا علبه زبادي. التتبيله بقى اللي هو البهارات اللي احنا هنحطها، معايا معلقه ملح كبيره بس ممسوحه، معلقه صغيره فلفل اسود، رشه كمون، رشه قرفه، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره سكر. بديل السكر يا جماعه عسل نحل. السكر بدل الفراخ طراوه، بخليها بتساعدها كمان على التسويه. هاخد بقى كل المكونات بتاعتنا ديت وهضربها في الخلاط وارجع لكم تاني. حبايبي ضربنا كل المكونات بتاعتنا ببعض، البصل والطماطم والفلفل والزبادي والزيت والخل، كل التتبيله ضربناها مع بعض، والملح وطبعا والشطه والكمون، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول ضربناها مع بعض زي ما انتم شايفين كده في الخلاط. ضربناها كويس قوي. هتبل بقى الفراخ من جوه ومن بره ومن كل حته. التتبيله دي يا جماعه ما تقعد في الفراخ مش اقل من ساعتين. كل ما تقعد في التتبيله الفراخ كل ما تديكي نتيجه احسن من جوه ومن بره، وتتبليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هدخلها التلاجة ساعتين 3 من بالليل للصبح، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده هقول لكم على الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. كده يا حبايبي احنا على البوتاجاز بقى هنعمل الرز بتاع الفراخ اللي هنحشيه بيها. انا هعمله برز بلدي خالص. حطيت هنا معلقه سمنه كبيره وشويه زيت، وهنا فرمت بصلايه على قرن فلفل احمر على اصفر كده زي ما انتوا حابين يعني. لو حابين تحطوها الحركه دي انا عادي، بس بيخلي الرز طعمه حلو. الرز بتاع اللي هحشي بيه الفراخ، وهدخلها الفرن هتبقى جميله ان شاء الله، تعجب باذن الله. يبقى انا هنا حطيت ايه، حطيت معلقه سمنه كبيره وشويه زيت، وهنزل عليهم بقى بايه، بالفلفلايه والبصلايه اللي انا فرمتهم في الكبه او قطعتهم صغير على ايدك لو مفيش كبه يعني. وهقلب الفول بقى شويه حلوين كده، مش هديها لون خالص. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي هتدبل بس يا دوبك تصفر بس، واخش عليها بالبهارات او هنزل عليها بالبهارات. كده حبايبي البصلايه دبلت والفلفلايه دبلت مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى عليها بالبهارات بتاعتنا، معلقه كاري صغيره، معلقه كركم صغيره، معلقه ملح صغيره، عود قرفه، واحده لومي زي ما انتم شايفين كده. معلقه كاري صغيره، معلقه كركم صغيره، عود قرفه، واحده لومي، معلقه ملح صغيره. عايزه تضيفي اي بهارات انت حباها في الخلطه بتاعه الرز، حط اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك الريحه بس تطلع وهنزل بالرز. ده الرز اللي انا هعمله يا جماعه، ده رز بلدي. ممكن تعمليه برز بسمتي عادي خالص، بس انا بحب الرز البلدي في المحشي بتاع الفراخ. هنزل بقى بالرز بتاعنا. ده رز بلدي زي ما قلت لكم. هشوحه شويه. مش هسويه سوا كامل يا جماعه، ده انا هديله نص سوا، وهاخد منه كميه ان انا هحشي بس فراخ، وبعد كده هسيب الباقي يكمل سوا عادي يعني. ده هيبقى نص سوا، هاخد منه شويه علشان احشي بيه الفرختين بتوعنا،
واسيب الباقي يكمل سوا عادي. هوطي عليه واسيبه يكمل سوا عادي. تمام كده. كده يا حبايبي نزلت عليه بالميه بتاعتنا. طبعا الرز البلدي زي ما انتم عارفين مقدار الميه نفس مقدار الرز اهوت زي ما انتم شايفين كده. هسيبه بقى ياخد نص سوا، هاخد منه الكميه اللي انا عايزاها واسيب الباقي يكمل سواه. وعشان نحشي الفراخ هقطع بقى الخضار اللي احنا هنحطه تحت الفراخ بتاعتنا وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي الرز بتاعنا خد نص سوا، سبت الباقي، خدت اللي انا عايزاه اللي انا هحشي بيه الفرختين، وسبت الباقي يكمل سوا على البوتاجاز. هنحشي بقى الفراخ بتاعتنا. نجيب الفرخه بتاعتنا الجميله ده. الفراخ يا جماعه زي ما قلت لكم في اول فيديو خالص ما تكونش كبيره، يعني بالكتير قوي 2 كيلو. كل ما يكون قليله صغيره كل ما تديكي نتيجه احسن، يعني كيلو ونص 2 كيلو الا ربع 2 كيلو بالكتير. اكتر من كده مش هتبقى حلوه، بالذات لما يكون في الفراخ في الفرن. هحشي معاكم كده الفرخه بتاعتنا، عاملاها رز. وممكن احشي كمان من بين الجلد واللحم، اخليها من فوق كده احط لها، بس انا هستكفى بس من جوه بس كده. هكمل انا بقى ثواني بس هوريكم حاجه كمان. معايا هنا الخضار اللي انا قطعته، معايا هنا صينيه ومعايا الخضار اللي انا قطعته زي ما قلت لكم اهو. الخضار اللي موجود عندك، اي خضار عايزه تحطيه حطيه. يعني انا حاطه كوسه وبطاطس وفلفل وطماطم وجزر زي ما انتم شايفين كده. عايزه تحطي بسله، عايزه تحطي فاصوليا، عايزه تحطي اي خضار عندك حطي، مفيش مشكله خالص. هنزل عليهم بشويه ملح، بشويه ملح كده صغيرين، شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود كده، وشويه زيت. وشويه زيت صغيرين كده بتاع ربع كوبايه صغيره يعني، بس كده. هحشي الفراخ بقى، وقبل ما هدخلهم الفرن برضو هوريهم لكم. كده حبايبي خلصت حشو الفراخ اهون وحطيتهم على الخضار زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم في الصينيه، هنزل عليهم بقى بكوبايه ميه سخنه مغليه، كوبايه ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده، بس كده. واغطيها بقى بفويل. هحطها كويس يا جماعه كده شايفين كده، وادخلها على درجه حراره 200. بتقعد ساعه بالظبط، وبعد الساعه هشيل ورقه الفويل واولع من فوق تاخد لون كده يا جماعه. انا غلفتها اهوت. هدخلها بقى الفرن والع من حوالي بقى 10 دقايق بسخنه يعني. هدخلها الفرن على درجه حراره 200 بتقعد ساعه زي ما قلت لكم. بعد الساعه هشيل ورقه الفويل وهولع من فوق ادي للفراخ لون، وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. الفراخ بتاعتنا خرجت من الفرن، قعدت ساعه بالظبط. الفراخ المحشيه بالخضار زي ما انتم شايفين كده، محشيه رز بس مسوياها في الخضار. اديتها اللون الجميل ده وقعدت ساعه بالظبط. وبعد كده شلت ورقه الفويل خلت اللون الجميل المشوي ده هون زي ما انتم شايفين كده. هغرف بقى واوريكم الشكل النهائي. حبايبي الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا ده. الرز اللي فاض كملته تسويه زي ما انا قلت لكم في الاول خالص. ده الرز اللي فاض كملته تسويه، حطيته تحت الفرخه بتاعتنا. ودوت الخضار بتاعنا استوى خالص اهوت. يبقى فرخه بالخضار وفرخه بالرز زي ما انتم شايفين كده. ده الشكل النهائي بتاع الوصفه بتاعتنا النهارده زي ما انتم شايفين. يا رب تعجبكم، جربوها يا جماعه ان شاء الله مش هتندموا والله. جميله جدا والطعم حكايه بصراحه. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.